السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد هنعمل مع بعض بقى وصفة حلوة جدا. هنعمل الكيكة العادية خالص، بس هنعملها بقى مش بالبرتقال، احنا هنعملها باستفندي. شوفوا بقى، انتوا بتقولوا عليه استفندي، بتقول عليه يوسفي، اللي انتوا بتقولوه قولوه. تمام. انا معايا هنا مقاديري سهلة جدا، مفيهاش اي حاجة. معايا كوبايتين من الدقيق، وكيس كيك شيف او بيكنج باودر، وفانيليا، وكوباية زبادي، ومعايا 3 عدد بيض، وكوباية سكر، وكوبايه الا ربع من الزيت. وزي ما انتوا شايفين كده معايا 4 استفنديات. تمام. هحط 3 من غير قشر، وواحده هحطها بالقشر بتاعها، وما تقلقوش مش هتمرر ولا اي حاجه. وانا هناك هنا اهو بشره استفندية، يعني واخده القشر بتاعها. تمام. ومعايا هنا بيكنج سودا. كده مقاديرنا سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص. هاخد كيس الكيك شيف على الكوبايتين الدقيق اللي انا حطاهم برشة الملح. تمام كده. وعليها المعلقة الصغيرة بيكنج سودا بالشكل ده كده. تمام. بس كده كده احنا خلصنا الدقيق على جنب. هنجيب الخلاط بتاعنا وهنضرب بقى الاستفندي بتاعنا فيها. طبعا زي ما انتوا عارفين كلنا دلوقتي عندنا استفندي، ما فيش حد ما بيجيبوش دلوقتي، ومنتشر كتير جدا خلاص طول الشتاء هو معانا. فنغير شوية، بدل البرتقال ممكن نعمل استفندي. نجربها على فكرة، طعمها حلو جدا. وكمان هعمل لها صوص كده من فوق برضو بالاستفندي، طعمها تحفة. جربوا وخليكم معايا. بس طبعا وانتوا بتتفرجوا عليا بقى ما تنسوش تشجعوني باللايك، لان ناس كتيرة جدا جدا بتشوف ومن غير ما تحط لايك وتطلع. فشجعوني باللايك بس عشان الفيديو يترفع وغيرك يستفاد منه. تمام. انا هنا كده حطيت اهو زي ما انتوا شايفين ال3 بقشر من غير قشر، وواحده بس بقشر. لو الاستفندي بتاعك صغير شويه عن ده حطي 6 وحدات، اللي هو الاستفنديه الصغيره دي. تمام. هنا انا بوريكم بقى ان انا ضربته خلاص بالقشر بتاعه، ما صفيتش اي حاجه خالص. هبتدي بقى ان انا انزل عليه الفانيليا والتلاتة لعدد البيض. تمام. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا خلاطي صغير شويه، فهقسم بقى الكميه على مرتين كده وانا بعمل هوريكم يعني. انتوا ممكن بقى طبعا لو خلاط كبير شويه ولا حاجه تضربوا ايه كله مع بعض. تمام كده. انا في المرحله دي طبعا مسخنه الفرن بتاعي. هنا بقى هنزل كوبايه الزبادي. عايزين تحطوا نص كوبايه مفيش مشكله يعني، هي اصلا مقدار نص كوبايه. بس انا حطيتها بقى كلها. انا هعمل بيها ايه بقى؟ فحطيتها كلها. وهنا حطيت المعلقه القشر اللي احنا بشرناها، وكوبايه الا ربع من الزيت، ومعايا كوبايه السكر. تمام كده. بس انا بقى هاجي احط السكر، هلاقي الخلاط ايه خلاص يعني جاب اخره، فمش هينفع ان انا اضرب بقى بالشكل ده. فانا هقسم وهضرب بقى دلوقتي كده مع الشوية اللي انا حطيتهم، وبعد كده اكمل. تمام. اهو بالشكل ده كده انا ضربته كله، حتى نقلته بقى ايه في طبق. جبت بقى الدقيق بتاعي اللي انا حاطه عليه رشة الملح والبيكنج باودر او كيك شيف اي حاجة، وهبتدي ان انا هنزل بالخليط. بس طبعا هصفيه، لاني بقى بصوا هتشوفوا كده اهو شايفين القشر بقى اللي هو بتاع الاستفندي، اللي هو الحاجات البيضة ديت والقشر برضو اللي احنا حطيناها، فخلاص في رواسب كده، فلازم كل ده يتشال. هتشوفوا دلوقتي معايا اهو. عايزه اقول لكم ريحتها فظيعه، والله ريحتها تحفه. جربوها تعجبكم جدا. تغيير كيك عادي، بس عملنا له بقى منظر حلو، وشيكنا كده الصينيه بتاعتنا بالصوص الاستفندي جميله جدا. تمام. اهو بصوا بصوا اللي طلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اهو بصوا عامل ازاي. هبتدي بقى ان انا ايه اقلب واحده واحده اهو، واحده واحده بقى كده لحد لما كل الخليط يتجانس مع بعضه. وانا هنقله بقى اصلا برضو في بولة اكبر علشان اعمله كده بالمضرب اليدوي كده، يبقى سهل ايه اعرف ان انا اخلي الدقيق كله يختفي معايا. تمام. سهلة جدا، كيكة عادية خالص مفيش اي حاجة، بس بنغير فيها حاجات بسيطة. هنا بقى نقلته في بولة اكبر كده، وعملته بقى بالمضرب زي ما انتوا شايفين كده، عشان ايه اقدر ان انا اظبطه معايا. اهو تحفة، جميل جدا. ولو حسيتوا بقى ان انتوا ال 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 الاستفندي طلع كتير والدقيق كمية صغيرة، مفيش مشكلة، لان الدقيق عن دقيق يختلف طبعا. ان احنا في المرحلة دي ممكن نزود شوية دقيق عادي جدا، عشان يبقى سمك الكيك بتاعنا مظبوط.
انا عملته بقى في الصينيه ديت اللي هي المفتوح فاضيه من النص دي. عايزين تعملوها في صينيه عاديه تمام، بايركس تمام، اي حاجه عندكم طبعا هتقدروا ان انتوا تتصرفوا فيها. تمام. نشيل اي حاجه بقى كده من الطروف، اي حاجه وقعت مننا عشان طبعا بتتحرق بسرعه. هندخلها بقى الفرن ونعمل مع بعض الايه، الصوص الجميل اللي هنرش على الكيك من فوق. معايا هنا كوبايه ونص من عصير الاستفندي برضو ومصفيها. تمام كده. هي سهله مفيش اي حاجه خالص، وزي ما انتوا شفتوا بنضرب الاستفندي ازاي في الخلاط. تمام. وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من النشا بالشكل ده كده، معلقتين مليانين كده من النشا. وهنزل برضو عليهم بالسكر، السكر على حسب ما انتوا حابين، بس انا هحط بتاع 3 معالق متهيألي من السكر. تمام. لا 3 ونص. حطيت 3 ونص من السكر، وهقلب وهطلع على النار لحد لما يبقى معايا ايه، خليط حلو كده، سمكه حلو جدا، لا تقيل ولا خفيف، مظبوط، عشان نقدر ان احنا نصبه على الكيك كده، والكيك يتشرب منه كده يبقى تحفة تحفة تحفة. تمام. وهنا بقى كده خلاص الكيك معايا استوى طبعا، وطلعته معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا لونه عامل ازاي، مش حاطه اي حاجه، هو باللون الاستفندي اللي احنا حطيناه واللي احنا حطيناها بقشرها ظبطت الدنيا طبعا، والريحه تحفه. وبصوا حاجه كده يعني فظيعه فظيعه فظيعه. هقلبها بقى، هي لسه سخنه على فكره، سخنه يعني، انا طلعتها من الفرن عملت على طول ما سبتهاش حتى ترتاح. هقلب بقى بالشكل ده كده وهسيبها بس تنزل كده مع نفسها، لان هي سخنه، فانا مش عايزه ان انا، بصوا حتى من لسه ما اتحتحتش من مكانها، بس هسيبها كده براحتها. وبعد كده هنرفع دلوقتي كده عليها بقى ونشوفها. بصوا عامله ازاي، تحفه بجد، فظيعه. بصوا، فظيعه 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 فظيعه، شكلها تحفه. كفايه شكلها هي كده تمام. لو انتي مش حابه تعملي الصوص، مفيش اي مشكله، قدميها بالشكل ده وحلوه جدا، واولادك هيحبوها جدا لان طعمها فظيع بجد. هجيب بقى معايا الصوص اللي احنا عملناه. بصوا طريه طريه قوي قوي. بصوا الصوص بقى اللي احنا عملناه، بصوا لونه عامل ازاي، لونه جميل جدا ما شاء الله، فظيع بصراحه يعني. هبتدي ان انا انزل بقى عليها بالشكل ده كده، تنزل بقى هي يمين تنزل شمال اللي تنزل بقى، بس الحتة اللي بتنزل دي بحسها بتنزل في قلبي، مش بتنزل في الطبق خالص. بحب اي حاجة كده صوص نازل كده من على الحاجة بيبقى تحفة. بصوا المنظر فظيع، جربوها تعجبكم جدا جدا. ويبقى معايا طبعا شوية من الصوص، طبعا مش هحطه كله، اتبقى معايا، فاللي بياخد قطعة الكيك بيحط، اللي مش عايز بشيل بحطه في كيس وبشيله بعينه، بينفعني في اي حاجة. تعرفين ان انا مش برمي حاجة بصراحة خالص، من اي حاجة من اي اكل يعني، انا ما برميش. اهو بالشكل ده كده اتبقى عادي شوية، اللي خد خد واللي ما خدش خلاص شلته وعينته في الفريزر عادي جدا. وكده بقى قطعت كده كام واحدة السفندية كده منظر يعني، انتوا عارفين طبعا بحب ازوق الحاجة قوي. بس كده، وادي وصفتنا خلصت، شكلها جميل جدا. بصوا هنا بوريكم طرية قوي قوي، سفنجة بصراحة، عاملة زي السفنج معايا، فظيعة طبعا كالعادة. هقطع يعني وهوريكم طريانها من جوه عامل ازاي، يعني انتوا هتشوفوا، انا مش هتكلم. بصوا بقى من جوه. لو لسه بتتفرجي عليا حطيلي اللايك فضلا طبعا، علشان غيرك يستفاد، عشان الفيديو يترفع طبعا، وافضل كل فيديو اقول لكم كده، لان ناس كتير قوي بتنساه، معرفش ليه بصراحة. بصوا من جوه فظيعة بجد، فظيعة فظيعة فظيعة. هنا بصوا عايزة افتحها، عايزة اوريها لكم، لان برضو ايه يعني، بس اوريكم القطعة بقى اللي انا قطعتها، جميلة جدا ما شاء الله، فظيعة اهي. بصوا المنظر، ومفرغة من جوه، طرية، هشة، ريحتها حلوة قوي 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 يعني. بصوا عاملة ازاي، بجد يعني تستاهل ان انتوا تجربوها، تعجبكم قوي قوي، وتنفع قوي بقى في الفطار. بصوا طريانها، بصوا فظيعة، تنفع بقى فطار، تنفع عشاء، تنفع اي حاجة تحطيها في اللانش بوكس للاطفال، اي حاجة يعني شغال. الكيك ما بيقولش لا بصراحة، جميلة جدا.
اسيبكم بقى مع الاكل ولا ايه؟ بصوا عامله ازاي كوبايه الزبادي مع اللي احنا حطيناها ظبطت الدنيا طبعا. ولو عايزين تحطوا النص ما فيش مشكله، لو تحطوا 3 معالق كده، ولا هي اصلا كلها على بعض اساسا تلاقي 4 معالق كبار ولا حاجه، فحطوا معلقتين مش هتفرق يعني، بس هي بتدي طعم حلو قوي قوي الزبادي بصراحه في الكيك. بصوا عامله ازاي يا جماعه، يا جماعه ما ينفعش والله العظيم، استاهل عليها اللايك بقى. يلا حطوا لي بقى اللايك، بصوا طريقينها، بصوا حطوا لي بقى اللايك يلا، وشجعوني بكومنت حلو كده، واشوفكم على خير. ولو عايزين اي حاجه ابعتولي و... وانا تحت امركم اعمل لكم اللي انتوا عايزينه، واقول لكم سلام عليكم، باي باي.